ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو مصطفى الجديده، اغنيه سلام سلام من البوم غيرك مين. لسه نازله كده بقى حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه عمرو مصطفى الجديده اغنيه سلام سلام. الاغنيه يا جماعه من كلام مصطفى ناصر، ومن الحان عمرو مصطفى نفسه، ومن توزيع تايب. شايف انها من الاغاني اللي ممكن كده اشوف ان عمرو مصطفى داخل فيها بجراءه جامده جدا، ومن الاغاني اللي عمرو مصطفى معودنا عليها دايما. يعني شايف ان الاغنيه مش الجديد عادي، شايف ان عمرو مصطفى كان مركز لغايه اغنيه سيبوه، وبعد كده اغنيه يا دايره. فشايف ان هو كده ابتدى ان هو فعلا يعمل اغاني حلوه. اغنيه مين هيجري برضو كانت لحنها حلو، كانت من الحاجات اللي كانت عجباني جدا في الالبوم. الاغنيه يا جماعه بتاعت سلام سلام ما حسيتهاش قوي. شايف ان الاغنيه كان ممكن تطلع بشكل احسن من كده بكتير. هو يا جماعه بصراحه لو جينا نتكلم كلحن وتوزيع، فاللحن كان عالي جدا في الاغنيه. التوزيع يا جماعه كان معمول بشكل بصراحه جامد. انا نفسي اتخضيت وانا بسمع الاغنيه. التوزيع فعلا كان حلو، كان لايق ويستاهل على الاغنيه، كان معمول بشكل كويس. لو جينا اتكلمنا الاغنيه ككلمات او كموضوع، عمرو مصطفى عمل زيه كتير، مفيش جديد، مفيهاش الجديد اللي انا كنت مستنيه. عمرو مصطفى بقاله فتره ماشي على خطه معينه ان هو ينزل من كل اغنيه برومو، ويبتدي ينزل كل اغنيه على فتره بعد التانية. يعني الاول كان بينزل الالبوم زي ما هو، وطبعا الالبوم ما كانش بيتسوى له بشكل كبير، ما كانش بينجح بشكل كبير. الالبوم بصراحه المره دي واخد حقه جدا في حته ايه التسويق، الماركتنج، ان هو معمول له تسويق بشكل كويس. في الايجابيات لا شفتها بألبوم عمرو مصطفى. لكن يا جماعه لو السلبيات، المواضيع او الاختيارات، يعني في اغاني اختياراتها كويسه، في اغاني اختياراتها كانت سيئه جدا. يعني بصراحه يعني الاغنيه دي يا جماعه من الاغاني اللي عمرو مصطفى عمل زيها قبل كده كتير. ايه ممكن لازمتها؟ طب ما انت كنت ماشي كويس وكنت بتغير في كذا اغنيه، حسيت ان الاغنيه دي طب نهج عمرو مصطفى مفيش جديد. لكن يا جماعه الاغنيه هي ممكن تعجب معظم الناس، شايف ان هي هتعجب فئه كبيره برضو، عشان الاغنيه هي موضوع هيليق على ناس كتير. لكن يا جماعه هي اتعملت قبل كده، ما فيهاش جديد. لكن الاغنيه كلحن كتوزيع ممكن نقول ان اللحن كمان كان مغطي على التوزيع. التوزيع كان معمول برضو بشكل يا جماعه جامد، ما انكرش، بس برضو اللحن كان حلو من عمرو مصطفى في الاغنيه. يا جماعه بجد يعني هو توبه يا جماعه في الاغنيه دي عليها بشكل كبير. حتى يا جماعه برضو الجيتار اللي كان في الاغنيه كان شاددني جدا بصراحه. في التوزيع يا جماعه كان بصراحه 10 على 10. لكن الاغنيه ككلمات كموضوع اتعملت قبل كده، يعني عادي. مش شايف ان هو ده اللي انا كنت مستني من عمرو مصطفى. الاغنيه نزلت في وقتها الصح، هي كوقت او كتوقيت نزلت في وقتها بصراحه المظبوط. وانا عايز اعرف رايكم يا جماعه في الكومنتات. انا بشارككم رايي، انتوا عارفين، ولا بتكلم معاكم وبقول لكم الاغنيه ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. وفي الاول وفي الاخر بحترم راي كل الناس. والاغنيه هي بشكل عام يا جماعه كانت اقوى حاجه فيها بصراحه كانت الالحان والتوزيع. الكلمات كانت عادي. الموضوع احنا عايزين نشوف حاجه اجدد من كده من عمرو مصطفى. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشتركوا وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى قدامه اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحابكم. وعدوا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.